الاثنين 15 أفريل وبعد إعلان قرار الرابطة بترشح النادي الإفريقي للبلاي أوف، خرجت جماهير النادي البنزرتي للاحتجاج في المدخل الرئيسي لمدينة بنزرت. لكن بعض العنف بدأ يظهر، بدأ التدخل الأمني لتفريقهم بالغاز. في آخر العشية ورغم دعوة المسؤولين للهدوء بدينا نشوفوا في مشاهد إشعال نار مجموعات ما غادر لمحاولة تفريق بالغاز وحتى حاولوا يجسوا فيها المحتجين النار كما اللي شعلوها زادة في عالم تونس في هاللقطة المؤسفة. بقات الشوارع في حالة هيجان إلى ساعات متأخرة. صباح 16 أفريل الحركة كانت تبدو مستقرة وكل المصالح والمتاجر مغلقة كينا في إضراب عام. بعض أثار التخريب من الليلة السابقة وخاصة في مقر بلدية بنزرت اللي دخلوا لها محتجين وهشموا بعض تجهيزاتها. قدام البلدية تعزيزات أمنية على عين المكان، ومرة أخرى ولليوم الثاني تجمعت جماهير غاضبة بتطويق من الأمن. لكن لقطة مؤسفة أشعلت الفتيل، شاب يتسلق نصيط العلم التونسي ثم شاب ثاني يعلق فيها شعار النادي البنزرتي ويحاول يشعل النار في العلم. حينها عاد إطلاق الغاز المسيل للدموع وبدأت مواجهات جديدة بتحصن المجموعات الفارة بالشوارع الفرعية. اعتقالات عنيفة ومواجهات بالحجارة من جهة وبالغاز من جهة أخرى. أعوان الأمن يعثروا على زجاجات مولوتوف جاهزة والتوتر يزيد يتصاعد. قدامي يضربوا بالكاسك اغزل له من عينه الدم خارج ضربوا سبيل حضور أمني
كبير بمدرعات، استعمال غاز مكثف، ومشاهد تدخل عنيف على بعض المحتجين. نهار طويل في مدينة بنزرت ما هداش فيه العنف. الأربعاء 17 أفريل هدوء نسبي والمدينة في حالة حذر. الأمن مازال حاضر، ناس متجمعة بدأت تتحدث على اللي صاير. الوقفة وقفنا وقفة سلمية في القنطرة على أساس باش نوصلوا صوتنا، لا تكسير لا فهمت كيفاش احنا بلادنا ماناش باش نكسروها، قطع النظر على 4 كعبات يعني احنا بينا ماناش مستعرفين بهم. يا معلم ونحكيو على المصالحة مع الأمن، فهمت كيفاش؟ وما تشوف يا خويا احنا رانا خويا كلموا معنا، كلمونا نفهم وراه خويا، باش تقعدوا تضربوا واحد تجريوا وتنجروا معناتهم وين توصلوا يا خويا، نحكيو وصلوا حوار ما بيناتنا خويا نحكيو، فرد باش يضربوا فينا يا معلم. لكن الحديث ما كانش الحل وقت اللي رجعت المواجهات ورجع الغاز المسيل للدموع لليوم الثالث على التوالي. شوارع مغلقة بسيارات أمنية ومدرعات والتوتر متواصل. في الليل مازالت المجموعات الغاضبة محتلة الشوارع، ومازال سكان بنزرت يسمعوا في المواجهات ويستنشقوا في الغاز. في القصيبة كر وفر دام ساعات، شباب يقذف الأعوان بالحجارة والأمن يرد بالمطاردات وباستعمال كبير للغاز. مش حصلوا فريقنا قعد محتجز في منطقة القصيبة وما نجم يخرج من بنزرت كان بعد مدة طويلة. باش يعترض طريقه مواجهة أخرى في جرزونة وأعوان أمن مستائين من الوضع. بس 3 أيام متتالية من المواجهات والعنف أرهقت الجميع. عائلات ما عندهاش ذنب عانت من استعمال كبير للغاز وصل حتى لديارها. أصحاب محال تعطلت أعمالهم وأمن تعب من شغب متواصل.